تقول ابنته ام كلثوم لما دخلت الليلة 19 مثل هالليلة قدمت لأبي إفطارا فأطال. شنو الإفطار اللي قدمته إلى؟ تقول رغيفين من الشعير وبعض النباتات البرية الصحراوية وأنا أبي لبن خاثر وشيء من الملح. تقول ابنته فأطال النظر. قال بني تقدمي لي أدامين في طبق واحد، تريدين أن يطول وقوفي بين يدي الله؟ بني ارفعي أحد هذين الأدامين. بني إن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. تقول فأردت أن أرفع الحشائش البرية، قال لا ارفع اللبن. تقول أبقيت له تلك النباتات، أخذ رغيف تناوله مع شيء من تلك النباتات الصحراوية ثم مسح بطنه وقال تعشا لمن أدخله بطنه النار. ثم قام إلى الجامع صف قدميه، لم يزل قائما وقاعدا وركعا وساجدا، فرغ من الصلاة ورجع. تقول نظرت إليه يطيل النظر في النجوم، يطلع يعاين بالنجم، يقول هي والله الليلة التي وعدت بها، والله ما كذبت ولا كذبت. تقول لما رجع قلت أبا أراك اليوم تتطير؟ قال لا والله بني ما منا من يتطير. بني إن أباك قتل الأبطال وخاض الأهوال، والله ما دخل قلبه رعب كهذه الليلة. تقول ثم آوى إلى حجرته، شرع في صلاته، بعدين قبيل الفجر هومت عيناه نعش ونام، جلس وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. تقول ابنته قلت أبا ما بالك؟ قال بني سمحت عيناي فهومت، رأيت جدك رسول الله وهو يقول إنك صائر إلينا. فلطمت أم كلثوم وجهها وصاحت وابتاه. قال لها لا بني لا، الويل لغيرك قومي. تقول قمت وأقبلت للحسن والحسين أخبرتهما فأقبلا إليه، فقال لهما أمير المؤمنين عودا إلى مضاجعكما، إلى أن صار قريبا من الفجر. تقول نظرت إليه جدد وضوءه ونزل إلى صحن الدار، وكان في صحن الدار طيور من الإوز أهدينا إلى الحسن. لما نظرنا إليه رفرفنا في وجهه، فقال الإمام صوايح تتبعها نوايح، وفي غداة غاد ينزل القدر المحتوم. تقول أقبلت إلى وأخوي حسن وحسين أخبرتهما، وأقبل أمير المؤمنين إلى الباب ليعالج فتحه، انحل مئزره فأخذ يشد مئزره وهو يقول اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك، ولا تغتار بالدهر وإن كان يواشيك، ولا تجزع من الموت وإن حل بنازيك. كما وحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. لحقه الحسنان لما التفت إليهما قال إلى أين؟ قال أبا نحن معك إلى المسجد. قال أقسمت عليكما بجدكما إلا ما رجعتما. رجع وأقبل أمير المؤمنين إلى المسجد، أقبل من فوره إلى المئذنة، أخذ يؤذن، وكان إذا أذن اضطربت حيطان المسجد. لما فرغ من الأذان نزل يمر على النائمين يوقظهم إلى الصلاة، إلى أن وصل إلى المحراب وقف رفع يديه حيال أذنيه، كبر، ركع الركعة الأولى، سجد السجدة الأولى منها، وفي السجدة الثانية ما كاد يرفع رأسه إلا والسيف على رأسه، ومناد ينادي الحكم لله لا لك يا علي. فسقط علي على المحراب وهو يقول فزت ورب الكعبة
الصحابة قتلني ابن اليهودي لا يفوتنكم الرجل وإذا بالنداء بين السماء والأرض تهدمت والله أركان الهدى انهدمت والله العروة الوثقى قتل أتقى الأتقياء قتله أشقى الأشقياء فهرع الناس من كل مكان ينادون وشهدا.